خد الخطوه الاتقل ان هو اخذ قرار ان هو يبدا شغل، وممكن ان هو يعني يبدا ان هو يفكر او يتراجع. يعني احنا دايما بننصح الناس المرشحين بره لما بنيجي نتكلم معاهم خلص استقرار وتوكل على الله، لان الموضوع كده ودي اساسي. تمام انت خلصت واخدت القرار ودخلت الموضوع، ليه افكر بقى بالطريقه الرجعيه؟ ليه لو كنت ليه ارجع لورا بالتفكير بدل ما اتعلم واقول يلا بينا لقدام ابدا اتعلم حاجه عشان خاطر ان انا اقدر انجح في الشغل ده. طب الحمد لله مجال كويس، ده انا الحسبه اللي انا بحسبها مجال والحمد لله كويس جدا وهو اللي خلى ناس قدامي تنجح. طب انا اقل راس مال ممكن بدات بيه، ما هو انا كان معروض عليا حاجات قبل كده، اذا كنت مجالي افتح مكتب هندسي او ان انا اعمل اشغال تانية ايا كان، يعني حاجه ازود بيها دخل، ولا حاجه منهم ما كنت اطول حتى نص الثمن اللي يخليني ابدا مشروع فيهم. مكتب هندسي النهارده كان محتاج مني ارقام فلكيه وكمان شراكه ما بيني وبين ناس ثانيه، فما فيش يعني هو فكره ان انا الاقي مشروع براس مال ده جاني نجده، يعني فكره ان وما كانش معايا كمان المبلغ كامل ده انا اتشقلبت فيه. فالنهارده انا لقيت مشروع بمميزات زي دي وكمان مش هيضايقني في شغلي الاساسي اللي انا كنت شغاله فيه، يعني هيحتاج مني 2 ل 4 ساعات شغل، فايه فين في فرصه ثانيه؟ يعني انا ممكن الاقي فرصه ثانيه تتقارن بدي فين؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان يا دكتور اسلام اللي كانت بتفرق معايا ان انا احنا بشر تمام، فدايما الواحد بيبقى برضه بينه وبين نفسه حتى لو جاله ساعات التفكير دي بيبدا ان هو يفكر في ايه يعني زي ما بنقول ايه تاني، يعني لو ما كانش الشغل ده انا لو مثلا يعني لو بطلت شغل في المجال ده انا ممكن اشتغل في ايه تاني ينجحني كده؟ ما تلاقيش حاجه. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان ما فيش ناس انا شفتهم تراجعوا مثلا في قرارهم ووصلوا او شفتهم نجحوا اصلا في اي مجال تاني. يعني اللي ما نجحش معانا هنا ومعاك ناس بتشدك وناس بتراعيك وناس بتعلمك وناس بتدربك، انا ما شفتوش نجح في مكان تاني. واللي شاف نموذج نجح بعد ما ساب الشغل بتاعي بعد لنا، لان انا خلال 8 سنين ما شفتش حد يعني وقف شغل معانا او رجع في الخطوه بتاعته وقدر ينجح في اي حاجه تاني. فانت ما نجحتش في السهل هتنجح في الصعب ازاي؟ يعني تمام. طيب هل شغلنا بقى سهل؟ الشغل بتاعنا سهل انه ايه يعني يسير لمن يسره الله عليه؟ لا احنا بنقول ايه؟ ساعتين هتشتغلهم من 2 ل 4 ساعات وهتلتزم بالتدريبات، وطبعا بتوفر راس المال اللي انت المفروض ان انت بدات بيه واخدت الخطوه اوريدي طول ما انت معانا في الكايزن كود دي. طب يعني وبعد كده في ناس هتعلمك وتدربك. طب ايه بقى الموضوع؟ يعني ايه القصه؟ ايه الصعوبه؟ الصعوبه فين بقى؟ لما اقعد بقى افكر الاقيها في كلمه لا. طب انا لو شغل هيوصلني ان انا ابقى مليونير في وقت من الاوقات وبس كل الضريبه اللي انا هدفعها بالشغل ده ان انا اسمع كلمه لا، طب معلش يعني يا رب مليون لا بس في الاخر ابقى مليونيره يعني ايه المشكله يعني؟ ما هفضل اسمع لا 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 انا في 2 من كل 10 بيقولوا كلامك جميل والله العظيم. انا من البيج فانز على فكره بتوعك بالمناسبه. انا بحب نكمل الكونفرزيشن. كلام يا جماعه بيخاطب العقل، يا جماعه بيخاطب المنطق، وكلام يا جماعه يعني بينم بجد عن حد بيتكلم من قلبه، مش بقى بتعمل لك موتيفيشن او كلام منطقي جدا. لما واحد ما نجحش في السهل هيعمل ايه في الصعب؟ اكيد هيفشل في الصعب. فلا بجد انا من البيج فانز يا ام كلثوم. طيب عايز اسالك سؤال. لو انا النهارده شخص جديد بقى، انا واحد لسه جديد ومنضم لهذه المنظومه ولسه بادئ الشغل ده، انا لسه يعني مش فاهم اي حاجه في اي حاجه خالص، اديني نصيحه ذهبيه. النصيحه دي تكون هي اللي انا لما انجح كده افتكر واقول ام كلثوم عبد العزيز الباشمهندسه دي ربنا يبارك لها ان هي ساعدتني بهذه النصيحه. لان انا احيانا انت عارفه ساعات واحد بيجي يقول لي انت شكرا ان انت من 10 سنين قلت لي كلمه غيرت لي حياتي، انا نفسي ببقى ناسي الكلمه، بس هي سبحان الله احيانا كلمه ممكن تعمل تغيير كبير. فاحنا محتاجين بقى كلمه ونصيحه من ام كلثوم للمنضمين الجدد. والله بصي النصيحه اللي انا هقولها اللي انا نصحت بيها نفسي اصلا ايه هي؟ ان انت ما تستعجلش. يعني دايما العجله دي موصوفه حتى في القران بوصف مش يعني بانها دايما حاجه سيئه، تمام؟ فسأريكم اياتي فلا تستعجلون. دايما حتى في السنه عندنا العجله من الشيطان. ففي فرق بين الاستعجال، دايما بقولها برضو ان في فرق بين الاستعجال وفي فرق ما بين الصبر. الصبر يعني او عكسه، يعني ان انا اقول للانسان خليك صبور ما تكونش مستعجل. ففي فرق ما بين العجله، انا اذكر ما بين العجله وما بين السرعه. السرعه هي ايه؟ ان انا بعمل المطلوب مني في الوقت ده. يعني في واحد مثلا يعمل 5 برزنتيشن في الاسبوع، في واحد يعمل 5 برزنتيشن في اليوم، دي سرعه. طب العجله ايه هي؟ العجله بقى ان انا عايز نتيجه تحصل دلوقتي. انا مستني بقى اهو عملت ال5 برزنتيشن، عملت ال10 لسه. انا اسف على المقاطعه. يعني السرعه
هي اني اعمل الافعال، هو ان انا يبقى عندي استعجال في الافعال، ولكن العجله هو اني ابقى عندي سرعه في انتظار النتائج. ده اللي تقصديه؟ هي دي الفكره. ودي احب ان انت توضحيها كمان، لان انا الحقيقه انا اتعلمتها منك يعني. تسلم يا رب. لان العجله دي اصلا مذمومه، يعني حتى عندنا في الدين دايما فيها ذم، يعني يقول لك الانسان بيفضل يدعو الله سبحانه وتعالى، من كتر استعجاله. ما هو الانسان المستعجل ده، انا يعني معلش هي الكلمه صادمه شويه، ولكن والله انا بحس ان الاستعجال ده سوء ادب مع الخالق سبحانه وتعالى. ليه بقى؟ لان انت بتفضل مستعجل لدرجه ان هتلاقي طبع الشخص المستعجل ايه؟ انه يفضل يدعي، وفي حديث بيقول كده ان الواحد بيفضل يدعي فيكم لغايه ما يوشك ان الله سبحانه وتعالى يستجيب لي، ثم يترك الدعاء. لما خلاص ما هو ما ادانيش اللي انا عايزه بقى، خلاص بقى ايه، فاروح موقف دعاء. فهو في سوء، ما هو ده اللي بيحصل، مش ده اللي بيحصل في شغلنا، ان يفضل يشتغل خلاص ما جاتش نتائج، مفيش نتائج، اوقف بقى. فهو ما هي دي مربوطه بدي. عشان كده بنقول الانسان هو شخصيه كامله متكامله على بعضها. تصرفاته في البيزنس هي تصرفاته في الحياه، تصرفاته في الحياه هو اللي بيعملها معانا في البيزنس. فعشان كده انا دايما بقول كلمه، ودي هوصيكم بيها بقى، ان الشغل ده والله العظيم لو انت بس دفعت الفلوس اللي معاك دي، اللي هي ثمن اشتراك الباقه، بس عشان خاطر انت تطور من فكرك وتطور من نفسك وتبدا تفكر وتنظر للحياه بنظره ثانيه، ده كده كفايه عليك. يعني المنتجات دي اعتبرها حاجه ثانيه هديه كده بتاخدها هي والكورسات. يعني كفايه اصلا ان انت بتدفع الفلوس دي مقابل ان انت بتشوف حاجه جديده، بتشوف ناس جديده، بتشوف المجتمع ايجابي، بتبدا تتعلم. يا جماعه تفكيرك نفسه بيتغير. انا النهارده في 2025 غير الكورسات اللي سجلت في 2016. ماشي، القاعده او البيز هي واحد، لكن في النهايه التطور اللي انا اتطورته هنا ما كانتش شخصيتي هتتطور التطور ده لو انا كنت بره البيزنس ده، مش بنفس الفكر ومش بنفس الايه، مش بنفس الطريقه. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى اللي انا عايزه اوصي بيها اي حد تاني لو هو هيفتكرها لي فعلا، ان انت ادخل الشغل ده ماشي اوكي عشان نفسك وعشان هتصنع مستقبلك وتطور من نفسك وكل حاجه، بس والله العظيم انت حياتك بيضاف ليها حياه ثانيه لما تبدا ان انت تساعد ناس ثانيه انها تنجح معاك في الفريق من قلبك. انا عارفه ان كل واحد فينا برضه سنه ربنا وفطرتنا اللي اتفطرنا عليها ان كل واحد بيفكر في بيته وفي شغله وفي الحاجات اللي هو عملها، بس لما تضيف ليها كمان ان انت بتفكر في رتب ونجاحات الناس اللي معاك في التيم، يا جماعه انت بتضيف عمر لعمرك. يعني عارف كده الايه اللي هي ربنا بيقول فيها ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. تخيل بقى ان واحد لا حول له ولا قوه، انسان بسيط ما فيش مكان تاني ممكن يشتغل فيه الا الشغل بتاعنا هو اللي متفصل عليه انسان مهما كانت امكانياته ضعيفه. تخيل بقى الانسان الضعيف ده انت عملت منه حد كبير، صنعت ليدر. يعني زي ما قولتنا الجميله اللي بنقولها، القاده لا يولدون قاده ولكن القاده ايه، بيصنعوا. فانت قدرت ان واحد ما فيهوش صفات القياده توصله لان انت تشوفه قدامك بيكبر وبيعلى وبينجح. والله هتحس الاحساس بتاع ومن احياها ده، انت هتلاقي عيونك بتدمع من الفرحه ان انت عملت البني ادم ده، مش عملته حاجه، بس انت قدرت ان انت توصله للنقطه دي. يعني فدي حاجه، ده احساس حقيقه يا جماعه، ده بيزودك فرحه فوق فرحتك لما انت بتنجح ناس معاك كام في التيم. ام كلثوم انت يعني بجد مبهره الحقيقه فوق ما تتصوري، وانا والله ربنا يعلم بجد من البيك فانز بتوعك بجد. انت اعملي حسابك بقى ان انت تطلعي كل مره تتكرمي في كايزن كول، عشان انا والله بعيدا عن الناس بقى، يعني ما انت شايفه اصلا الفيدباك بتاعت الناس على الشات عامله ازاي. بعيدا عن الناس، انا الحقيقه محتاج ان انا اسمع التوب بتاعك، ومحتاج ان انا اسمع النصايح الجميله بتاعتك. انت بجد ربنا يبارك لك، ربنا يكرمك، تستحقي بجد ان انت تكوني على القمه. فيعني انا الحقيقه من الحاجات الحلوه اللي حصلت لي الشهر ده الكونفرزيشن الجميله اللي دارت ما بيننا دي. شكرا ليكي بجد، وبشكرك بالنيابه عن كل واحد موجود في منظومه كايزن. ومش محتاج اقول للناس ابعتوا على الشات اصلا هينفجر اهو يا جماعه، زي ما انتم شايفين، زي ما انت شايفه من كتر سواء في فريقك او مش في فريقك، هم عمالين يبعتوا لك على الشات. شكرا ليكي بجد ام كلثوم عبد العزيز، كانت ضيفتنا الرائعه النهارده.